لا تزال العديد من قصص الاختفاء، سواء أتعلق الأمر بأشخاص ذاتيين أو طائرات أو غير ذلك، تشكل لغزا محيرا تداولت حوله الكثير من النظريات التي حاولت تفسيره، لكن لا أحد تمكن من كشف الحقيقة وراء ذلك. فما قصة الطيار السعودي؟ كيف وصل إلى الفلبين قبل أن يختفي بدون أثر؟ وما أبرز النظريات التي تلت ذلك الحادث الغامض؟ أسئلة وأخرى تحمل الإجابة عنها الدقائق القادمة من فيديو هذا اليوم. ولكن قبل الخوض في التفاصيل، ندعوكم مشاهدينا الكرام إلى الضغط على زر الإعجاب وزر الاشتراك، وكذلك تفعيل خاصية الجرس للتوصل بكل ما هو مذهل شيق وغريب. لنتابع. أصدقاؤنا، لا تنسوا أننا قد بدأنا في قراءة 5 تعليقات في نهاية كل حلقة. اضغط زر الإعجاب واترك تعليقك، سواء كان رأيا في القصة أو انتقادا بناء، وسوف نجيبك في نهاية الحلقة المقبلة. فلنبدأ. بدأ كل شيء عندما غادر المدعو عبد الله خالد الشريف البالغ من العمر آنذاك 23 سنة المدينة المنورة في المملكة العربية السعودية، متوجها إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وكله عزم على دراسة الطيران بإحدى المعاهد المختصة هناك، قبل أن تصادفه بعض المشاكل تضطره إلى الانتقال للدراسة بالفلبين، حيث بدأ الشاب السعودي دراسة نفس تخصصه السابق بمعهد أورينتي فلاينج بالعاصمة مانيلا. خلال فترة تواجده بالمعهد تميز عبد الله بالجدية والاجتهاد، حيث استطاع تجاوز كل الامتحانات ولم يتبقى أمامه إلا 2 شهرين فقط للتخرج. قبل ذلك كان ملزما على الطيارين المتدربين دائما القيام بتدريبات تطبيقية على متن الطائرات لعدة ساعات متواصلة، حيث بتاريخ 17 من شهر مايو من سنة 2019 عبد الله لم يكن الطالب الوحيد ذي الأصول العربية السعودية، فقد صادف تواجده بالمعهد وجود طالب سعودي ثاني يدرس بنفس المعهد والمدعو فارس الفارسي. في ذلك اليوم كان من المفروض أن يخرج فارس في جولة تجريبية رفقة أحد المدربين والمدعو خوسيه نيلسون، ولكن في الساعات الأخيرة ألغى المتدرب فارس الفارسي الرحلة ولم يعد يريد القيام بها في ذلك اليوم، فتم نقل الرحلة إلى المتدرب عبد الله. وبالفعل فذلك ما تم حين رافق المدرب في رحلة فوق جزيرة مندورة، وبعد نصف ساعة من تحليق الطائرة، وبالضبط في الساعة 8:45 من صباح ذلك اليوم، انقطع التواصل مع برج المراقبة واختفت الطائرة، رغم أنها كانت مجهزة بأحدث المعدات العالية التقنية الخاصة بالتواصل والإشعار، إلا أنها اختفت بدون أثر. وفور توصل عائلة عبد الله بالخبر فقد توجهوا بسرعة إلى الفلبين، وبعد الوصول تواصلت العائلة مع السفارة السعودية المتواجدة هناك بهدف الحصول على المساعدة في البحث عن ابنهم المختفي على متن الطائرة. لكن وفقا لتصريحات أفراد من العائلة فقد اتضح لهم أن السفارة والسلطات الفلبينية لا يولون أي أهمية كبيرة للموضوع، فاتجهت العائلة للبحث مستعينة بفرق خاصة عن ابنها المختفي، ورغم ذلك لم يتم العثور على أي أثر له، فيما ظهرت عدة نظريات والتي تحاول كشف اللغز وتفسير ما حدث لمتدرب الطيران السعودي، حيث أن النظرية الأولى تقول أن الطائرة قد تعرضت لحادث ما وتوفي عقب ذلك عبد الله رفقة المدرب بعد عجزه عن التحكم في الطائرة بسبب عدم خبرته. ولكن العديد ممن يعرفون عبد الله عن قرب أكدوا على أنه طيار محترف، وكان يؤدي حركات بهلوانية عندما يقود الطائرة حتى بمفرده وسط ثناء من المدربين. ما يشكك في صحة هذه النظرية هو أنه في حال كانت الطائرة على وشك الاصطدام بشيء ما أو الغرق، فعلى الفور يقوم الطاقم بإرسال رسالة إلى لوحة القيادة أو إلى برج المراقبة لتحديد المشكل والموقع حينها،
وحتى في حال لم يتمكن الطاقم من إجراء الاتصال المثبت بالطائرة المتواجد بغرفة الطيار الذي توجد به ميكروفونات موصولة بسماعات القائد، ويستطيع الصندوق تسجيل كل ما يقال، ومن المستحيل أن يتم تدميره لأنه مصنوع من مادة التيتانيوم. من جهة ثانية، فمع ظهور تلك النظرية خرجت هيئة الطيران الفلبينية في تصريح لها حيث قالت أن السلطات قد تمكنت من العثور على حطام الطائرة المبحوث عنها، مما جعل عائلة الشاب السعودي المفقود تطالب السلطات الفلبينية برؤية الحطام لمحاولة اكتشاف مكان تواجد ابنها. ولكن سرعان ما عادت هيئة الطيران وأصدرت بيانا آخر قالت أن الحطام الذي تم العثور عليه يعود إلى طائرة أخرى، لا زال البحث قائما لإيجاد الطائرة المفقود حاليا مبتديا أسفلها على التصريح الأول. لكن ذلك جعل عائلة عبد الله تشك في أمر أن السلطات تخفي أو تريد إخفاء شيء ما، فقامت العائلة باستئجار مجموعة من الطائرات للقيام ببحث حول آخر منطقة تم مشاهدة الطائرة بها ومحاولة إيجاد أي دليل من شأنه أن يقود إلى مكان ابنهم المفقود. وكان ما عمق شكوك العائلة هو أنه عند البحث في الأوراق الرسمية للرحلة لم يتم العثور على أي وثيقة تثبت أن المفقود قام بالطيران في تلك الرحلة بالتحديد، لأن المدرب لم يقم بتعبئة الاستمارة التي تخص معلومات الطالب الذي سيقوم بالرحلة ونوع الطائرة وعدة بيانات أخرى، كما لو أنه لم يكن بتاتا على متن تلك الرحلة. أما النظرية الثانية فتقول أن المدرب كان يخطط لحادث الاختفاء من قبل، وهو الاحتمال الذي يرجحه العديدون بمعهد الطيران، لأن المدرب وقبل الإقلاع طلب ملء خزان الطائرة بالكامل، وهذا شيء نادر الحدوث، وهو ما يعني أن المدرب لم يكن يفكر في العودة بعد نصف ساعة. بل الأغرب أنه وبعد مرور عدة أيام عثر مجموعة من الصيادين على حقيبة في جزيرة تبعد عن مكان الاختفاء المحدد بالرادار حوالي 100 كيلومتر. وبعد إعلام السلطات والتي توجهت إلى المكان المحدد وفحص الحقيبة تم التأكد من أنها تعود للمدرب وتوجد بها بطاقة هويته وكذلك بعض المال والبطائق المصرفية. وبعد علم عائلة الشاب السعودي المفقود بالخبر فقد توجهوا إلى عين المكان للتحدث مع الصيادين، ثم عند التوجه إلى مركز الشرطة وفتح الحقيبة لاحظت عائلة عبد الله أن كل البطاقات الموجودة بالحقيبة مكسورة، في حين يؤكد الصيادون أنهم فتحوا الحقيبة قبل تسليمها للشرطة وكان كل شيء داخلها سليم. هنا بدأ الشك يراود مرة أخرى العائلة، واتضح لهم أن شخصا ما يحاول العبث بكل الأدلة والتضليل على تفاصيل الحادث. بل الأكثر من ذلك أن زوجة المدرب المختفي لم يكن يظهر عليها أي حزن أو رعب بعد اختفاء زوجها، رغم أنها كتبت منشورا على الفيسبوك باللغة الإنجليزية رغم المساعدة بالبحث عن زوجها. من جهة ثانية، ورصدت كاميرات المراقبة في أحد المطاعم زوجة المدرب تجلس مع أحد الصيادين من الذين عثروا على الحقيبة، وبدت كما لو أنها بصدد عقد صفقة معه، وهو ما جعل رجح نظرية أخرى تقول أن المدرب كان يحمل معه دائما حقيبة تحتوي على مواد غير مشروعة والتي يقوم بتهريبها عبر النزول في مطار غير الذي تم تحديده من قبل. وما يدعم تلك النظرية هو أنه في المعتاد وقبل أن يقلع أي طيار يقوم بإبلاغ المسؤولين داخل مطارين في طريقه أنه سيقوم بالتوقف بهما في حال تعرضت الطائرة لأي مشكلة، ولكن المدرب في هذه الحالة حدد المطارين لكنهما لم يكونا ضمن مسار وجهته، غير أن نظرية الاختطاف من قبل المدرب أو شخص ثالث ينفذها عدم الخاطف بالعائلة لطلب الفدية أو شيء آخر، كما أنه وفي حال ترجيح اختطاف الطائرة من قبل شخص ثالث فإن ذلك غير ممكن كذلك لكون طائرة التدريب صغيرة الحجم ولا يوجد بها سوى مقعدين للمدرب والمتدرب، بما يعني أنه لا يوجد مقعد لشخص ثالث
من المفترض أنه نفذ عملية الاختطاف. أما النظرية الرابعة فقد بنيت على واقعة اختفاء طائرة ماليزية كانت عائلة من أمستردام بهولندا إلى مطار العاصمة سنة 2014، والتي اختفت بدورها على الحدود مع الفلبين، كما لو أن المنطقة مشابهة لمثلث برمودا. ويدعم ذلك أن جهاز الرادار قد رصد الطائرة التي تواجد على متنها المتدرب السعودي بنفس المكان الذي شوهدت به الطائرة الماليزية للمرة الأخيرة، رغم أن جهاز الرادار حينها كان يشير إلى وجود 4 طائرات أخرى تطير بنفس المكان، إلا أنها عادت من دون أن يحدث لها شيء فيما اختفت هي. وما يزيد الأمر غرابة وحيرة أن العائلة كانت تحاول الاتصال بهاتف عبد الله، وذات يوم رد شخص يتكلم بلغة غريبة، وبعد مدة أغلق الخط. لكن وبعد محاولة الاستعانة بشركة الاتصالات لتحديد مصدر الاتصال، كانت الصدمة أن رقم المختفي لم يتلقى أو يجري أي مكالمة بعد اختفائه نهائيا، مما جعل العائلة ترجح فرضية أن هنالك شخص مجهول يحاول تبدي جهود البحث ويتلاعب بكل الأدلة التي من شأنها أن توصل إلى مكان المختفي أو حطام الطائرة، حيث وفي نهاية المطاف أغلقت السلطات الفلبينية ملف القضية التي ينص القانون فيها على إغلاق القضايا فقط بعد مرور 21 يوما في حال عدم التوصل إلى أي أدلة قبل ذلك، ليظل قصة اختفاء الطيار العربي السعودي عبد الله خالد الشريف لغزا محيرا وواحدا من بين أغرب قصص الاختفاء في الوطن العربي والعالم بأسره. وفيما يلي مشاهدينا الكرام، تحت طلبكم ووفاء بالوعد ندرج ل5 تعاليق وردت خلال الحلقة السابقة. حسين الغالبي: حسن علاء، أخوك من العراق بغداد، إني كلش معجب بالمحتوى يلي جاي تقدمه، وإن شاء الله 10 مليون يا رب. عويطة 19: ما شاء الله، صوت يطرب الأذن وتعليق ممتاز، قناتك أصبحت إدمانا بالنسبة لي، متابعوك من الجزائر. آدم ماروك: أنت أحسن صوتي، أحسن مخرج، قصص رائعة، وفقك الله. أنا أخوك آدم من المغرب، دائما أردت أن أرى تعليقي في قناتك الرائعة يا أخي. مسك شانل: قصة مؤثرة حقا، قناة رائعة ما شاء الله، لا أحس بالملل، أبدأ أثناء المشاهدة، محتوى رائع جميل هادف، إن شاء الله توصل 10 مليون مشترك، متمنياتي لك بالمزيد من التألق والاستمرارية، تحياتي من متتبعة مغربية. سفيان زرزوري: ما شاء الله، إلقاء رائع ممتع، موفق إن شاء الله. أخوك سفيان الزرزوري، صحفي من المغرب، وفي انتظار تعليقاتكم الجميلة وانتقاداتكم البناءة. نودعكم مشاهدينا الكرام على أمل اللقاء بكم في فيديو قادم مع قصة واقعية مثيرة وغريبة. دمتم في رعاية الله. أصدقاء قناة وقائع، لا تنسوا الإعجاب والاشتراك لتشجيعنا على نشر المزيد من هذا المحتوى. هذه فيديوهات أخرى قد تعجبك. موعدنا غدا.